ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة، وهنعمل بقى النهاردة حاجة كده يعني مسكرة جميلة وخفيفة وسهلة جدا جدا لأي حد مش عنده فرن. يعني حاجة شبه زي الكيكة الجاهزة بالظبط، أو يعني شبه طعمها شبيه للأوريو كده. تحفة وشكلها وطعمها حلو قوي. بصوا كمان هفتحها لكم من جوه. بصوا جميلة ازاي. بصوا يا جماعة، يعني هي تحسي ولا هي طرية قوي ولا هي بسكوت، حاجة كده فوق الخيال فعلا. جميلة جميلة جميلة، لازم بصراحة تجربوها. حلوة بقى لو انتي عازمة حد في رمضان ولا حاجة، كل سنة وانتم طيبين، هتعملها له او في اي وقت او في عيد ميلاد مناسبة، اي حاجة. بصراحة جميلة جدا وسهلة اوي، انتوا هتشوفوها معايا. شكلها جميل ازاي، تحفة. بصوا كده بقى، انا مزوقة التزويق ده، لو في حد مثلا مش حابب اللي هو يزوقها ويقدمها جنب كوباية قهوة، هتبقى برضه جميلة جدا معايا. لزقت في منهم اتنين، لزقتهم كده قلت اوريها لكم بس. يعني زوقتها كده بحاجة بسيطة من الشوكولاتة، وعملت بقى جنبها كوباية قهوة. بصراحة جميلة قوي ان كانت سادة او هي لو متزوقة. هنقول بقى المقادير. معانا هنا كوباية دقيق، ومعانا معلقة دقيق كبيرة ورشة ملح او معلقتين دقيق، وهقول لكم دلوقتي بالتفاصيل بالظبط. ومعانا بقى هنا كده معلقتين ونص كاكاو، ومعانا 3 بيضات، ومعانا معلقة خل كبيرة، ومعانا معلقتين زيت كبار، ومعانا بقى معاه كوباية سكر، ومعلقة واحدة بيكنج باودر، معلقة واحدة، وفانيليا. احنا قلنا يعتبر كوباية وربع دي، بس احنا مش هناخد الربع ده، احنا على حسب كل دي على حسب. يعني هنحط بقى البيض والسكر في الخلاط، ونحط بقى معاهم كمان الفانيليا. بص بقى كده، هنحط الفانيليا ونفضل نضرب بقى فيهم لحد ما يبقى مش بقى ضرب عادي، لحد ما يبقى لونهم فاتح قوي. بص بقى لونهم فاتح ازاي. نبدأ بقى نحط الزيت والخل ونضربهم، ونجيب بقى بولة او طبق زي اللي عندك، اي حاجة عندك يعني. ابدأ اشتغلي فيها. حطينا بقى الخليط، ومعانا هنا بقى الدقيق، هندوب فيها الملح والبيكنج باودر، ونبدأ بقى نقلبه. ليه بقولك مش هناخد الا الكوباية بس، هنحط الكوباية، وكل نوع دقيق على حسب. يعني انت هتحطي الكوباية ونشوف سمكها اتقل من الايه، من الكيك. فانتي احتاجتي المعلقة او معلقتين ماشي، ما احتاجتيش يبقى هي الاساسي معانا كوباية دقيق. هنحط بقى كاكاو، بس لازم في كاكاو اللي انتي تنخليه، لان هو مش هو بيبقى نضيف، بس هو بيعمل زي حبيبات كده. فلازم تدوبيه كويس جدا، يعني تعمليه بالمنخل، عشان خاطر زي ما انت شايفة كده بيعمل كور. هيعمل العجين معاكي، هتلاقيه كور كده ومش حلو خالص يعني. ابدأي بقى اضربيهم كده بالمضرب. يلا اعملوا لايك بقى ومتابعة القناة، وفعلوا الجرس، واعملوا شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا بقى لونها جميل ازاي وبتلمع ما شاء الله، ناعمة كده وجميلة جدا. انا خدت معايا قد ايه بالظبط؟ كوباية دقيق ومعلقة، كوباية ومعلقة دقيق كبيرة، يعني كوباية دقيق ومعلقة دقيق كبيرة. بصوا بقى سمكها عامل ازاي. بصوا اتقل من السمك بتاع الكيك. بص بقى، جبنا بقى هنا كده طاسة وحطينا فيها رشة زيت. ومعلومة بقى مهمة جدا، انا الزيت كده زاد معايا سنة في اول مرة طبعا اعمل فيه، يعني اول طاسة انا بدأت ولعت الطاسة كويس جدا ووطيت عليها وحطيت بقى الزيت. بص بقى هنا كده معانا اي حاجة تصب بيها يعني. المهم انا بقول لكم، يعني الزيت لما بيبقى كتير بينشفه، وهتشوفوا دلوقتي معايا بقى الفرق. هنبدأ بقى ننزل كده. اعملي بقى يعني وحدات بقى على حسب ما انت عايزة، كبيرة بقى صغيرة، شوفي الحجم اللي انت عايزاه. زي ما قلتلكوا اول طاسة انتوا هتشوفوا فيها الفرق شاسع. ليه؟ لان الزيت كتر مننا سنة بسيطة بس. فيعني مسحة زيت معنى الكلمة. لو حتى هتغلبي قوي اعمليها بمنديل. بصي بقى كده، هي طالعة حلوة ومستوية وكل حاجة، بس بصي بقى الفرق بين دي والتانية. دي بقى كده خلاص الزيت اللي في اول مرة شربها. بصي بقى كده دي عاملة ازاي. ابدأي بقى اول ما تبدأ تخلع معاكي ابدأي اقلبيها.
للناحية التانية. يعني هي هتمسكي كده بتاع المعلقة أو أي حاجة عندك، بصي طرية وهشة وجميلة جدا. أول ما تبدأ تخلع معاكي من تحت كده تروحي قلبها الناحية التانية. هي مكملش دقايق يا جماعة، يعني دقيقة بالظبط وتقلبي، والنار بقى واطية خالص. مش عندك بقى اللي هي اللبانة اللي هي بتاعت الصيني دي، عندك إزازة، عندك بتاعت الكاتشب مايونيز، اي حاجه بقى انت تصبي بيها دي حاجه براحتك. هنبدا بقى نعمل الشوكولاته. معانا جبنا بقى حله ونغلي فيها ميه، ونحط بقى اي طبقه عندك بوله حاجه حراري، حطينا بقى فيها الشوكولاته تسيح. معانا بقى شكلها جميل كده بعد ما طلعت طريه. عايزه اقول لكم والله فعلا لو انت حتى مش عايزه تذوقيها طعمها حلو قوي كده. الشوكولاته بقى بصي انا عايزاها تقيله بالشكل ده، مش هحط لها زيت عشان تمسك معايا يعني تمسك الواحده بوحدتها، مش عايزه احط لها زيت وتبقى خفيفه. بصي تقيله بالشكل ده كده. هبدأ بقى ألزقهم بقى مع بعض زي البيدوفور، بس طبعا الفرق اللي مش عندك بقى شوكولاتة بيضة حطي مربى مفيش مشكلة. يعني التزويق بقى ده براحتك خالص، الحاجة اللي انت عندك حطيها كده. بقى سيحنا بقى الشوكولاتة السوداء او اللي هي الدارك، يعني نبدأ بقى نحط لها زيت تقوم تخف معاكي وتدي لمعة حلوة، لمعة حلوة للشوكولاتة، وهتخليها تسيح معاكي بسرعة. والنار موطية خالص عليها عشان الشوكولاتة معاكي متخرص. بس بقى كده حطيناها ابدأي بقى ايه، لو انت عندك شبكة او اللي هي حتى الشبكة بتاعة الميكروويف، لو حد عنده يعني ميكروويف، ابدأي طلعيها واغسليها كويس جدا وصفي بقى عليها الوحدات اللي احنا هنعملها دي. انا هسميها بصراحة وحدات الروعة، يعني من كتر ما هي جميلة جدا. دي انا عندي الشبكة دي بتاعة الفرن بتاعتي اللي هو الكهرباء، مسكتها غسلتها وبدأت احط عليها طبق من تحت، وبقيت احط عليها اللي هي الوحدات الروعة اللي بقولكوا عليها دي. بص بقى كده لزقتها كلها، هبدأ بقى ازوقها كلها كده. بقى زوقناها، ابدأي بقى اعملي اشكال عشوائية، يعني اعملي اشكال بقى عشوائية بالشوكولاتة بقى البيضة. اعملي خطوط، مش عندك ده اللي هو الكيس الحلواني، اعملي كيس تلاجة. مش عندك كيس تلاجة هسهلها لك اكتر، يعني لو عندك معلقة صغيرة ابدأي خدي منها شوية صغيرين. اهي بص معلقة كده صغيرة، وابدأي برضك اعملي بيه. عايزة اقول لكم اللي هي اسهل من اي حاجة المعلقة دي. اعملي بقى نقط، اعملي اللي هي وحدات راحة جاية كده. يعني التزويق ده بقى براحتك انتي خالص. هنحط بقى كده عليها شوكولاتة من السمرة، من اللي هي الدارك يعني. بس شكلها عامل ازاي الاول بعد ما حطيتها، الاول يعني بعد ما حطيت فيها الشوكولاتة خليتها بس تشمع شوية، وبعد كده رحت مزوقين فوق بالشكل ده. بس جميلة جميلة. وبعد ما تخلصي كل حاجة ابدأي برضه حطيها في التلاجة شوية وطلعيها. يعني انا كده كنت حطيتها في التلاجة وطلعتها بقى، بس شكلها جميل ازاي متماسكة، وطعمها والله فعلا رائع جدا جدا فوق ما تتخيلوا. لازم بصراحة لازم تجربوها، وسهلة، ولو اي حد الفرن بتاعه بايظ هتبقى حلوة قوي معاه، تحفة جدا.